مساء الخير، اخبارك يا رب تكونوا بخير. زي ما وعدتكم ان احنا هنكمل ان شاء الله بقيه الموضوع اللي اتكلمنا فيه في الفيديو اللي فات، اللي هو موضوع بطاقه الرحم المهاجره. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن السيمبتومز والساينز او الاعراض بتاعته بتيجي تشتكي منها الست او البنت، لان بيبقى فيه شويه تفاوت بسيط في الاعراض في الاثنين تكاد تكون واحده، بس بنضيف عند السيده اعراضين تانيين ليهم علاقه بالحياه الزوجيه، ان هي بيبقى دايما عندها عدم اقبال على موضوع سيكشوال انتركورس ده، او مش مقبله على موضوع الجماع نتيجه الام شديده اثناء عمليه الجماع، بلس ان بيكون عندها انفيرتيلتي او سب فيرتيلتي، نقص وضعف في الخصوبه. وشرحنا كمان اسباب نقص وضعف الخصوبه اللي بتنتج عن ايه بسبب موضوع بطانه الرحم المهاجره. قلنا ايه اللي رابط ما بين بطانه مهاجره وان موضوع الخصوبه؟ ايه المشكله يا جماعه؟ ما هي دي شويه انسجه موجوده في مكان غير مكانها بتعمل مشاكل في المكان ده. ايه الرابط بينها مباشر وموضوع التبويض؟ فده احنا شرحنا في الفيديو اللي فات. هنكمل الفيديو بتاع دلوقتي ان شاء الله عشان اوضح لكم شويه نقط ثانيه مهمه برده في الموضوع ده. حضرتك عندك بطانه رحم مهاجره، يبقى عندك جزء من اوجاد الاضطرابات الهرمونيه، فانت محتاجه تعالجي هذه الاضطرابات الهرمونيه. فانا عشان ابتدي اعالج الموضوع ده هنلاقي ان العلاج بينقسم او بيتم تحديده بناء على ايه؟ على تشخيصي الجيد للحاله. انا النهارده عشان اقدر اشخص الحاله دي بشكل كويس محتاج اعمل شويه انفستيجيشنز او تحاليل. اشهرهم واكثرهم شيوعا وهو اقوى على الاطلاق ان انا بعمل منظار، ان انا بدخل بالمنظار ببص بلاقي الموضوع واضح وصريح جدا جدا قدامي. حاجه اسمها بلو بلاك باودر او باتشز موجوده في اماكن معينه، او بيرن لايك باتشز موجوده في المكان ده، عباره عن زي كلاكيع كده موجوده او حتت بارزه شويه عامله زي ما تكون هنقول بقع كده لونها ازرق مسود شويه سكاترد في اكتر من مكان واحنا باصين جوه، فده مؤشر ليها. هشوف بوضوح امتى؟ لو انا عملت لابروسكوب واضح او ام ار اي، مش هيبقى قوي، بس لابروسكوب داخل بالكاميرا شايفه بعيني، فده ديفينيتيف بقى خلاص، يعني قولا واحدا مفيش مجال تراجع او ان انا اقول لا ميبي في ميس دايجنوز او الدايجنوز مش مظبوط او التشخيص مش صح. فدي نقطة مهمة، فأنا محتاج إن أنا بعمل شوية تحليل أشوف عندنا الوقت أخبارها إيه، مع السيمتومز أو الحالات والأعراض اللي هي بتحكيها لي، مع الحاجات اللي بشوفها أنا بنفسي بالنسبة لحركة الحالة، قومتها، دكتور الوجع عندي مزمن دايما في ظهري، في كذا في كذا في كذا. أو ودي نقطة مهمة جدا، ودي اللي قلت لكم عايز أقولها لكم إن شاء الله في آخر الفيديو كتركة مهمة، هي إن زي ما قلت لكم في أسباب بتعمل الموضوع ده اللي بتخلي البطانة تخرج من مكانها. ساعات بتحصل without a specific cause، بس احنا عارفين الميثود او الواي، الطريقه اللي حصل بيها الكلام ده. مش عارفين هي امتى وليه، بس عارفين الشكل او الطريقه اللي وصلت بيها الانسجه دي للمكان ده. ساعات، ودي بقى اللي عايز اقولها، البنات اللي تيجي تقول انا رحت عند الدكتور ونزل عليها بريود الحمد لله وبقيت مادموزيل جميله، وبعد ما نزل عليها البريود قعدت فتره كده ما بتنزلش، بس دايما ببص الاقي ان عندي انتفاخ في بطني، وكنت بقعد كده بالشهرين. فوريهم طبعا دي كارثه. ليه؟ من ضمن الحاجات اللي بتؤدي الى حدوث هذا الموضوع او تخرج زي من مكان لمكان تاني هي الاحتقان جوه الحوض فترات طويله. تمام؟ اللي هي بنسميها menstrual regurgitation او implantation، بمعنى ان انا النهارده في دوره موجوده محتقره ما بتنزلش. احنا قلنا الدوره في الفيديو الاولاني هي عباره عن دم كلوتس، دم بلاد عادي خالص، بلس ديبريز، بقايا او جزء من الجدار اللي اتكون اثناء السايكل وهينزل معاها عشان ما حصلش ان في بويضه اتكونت، او بمعنى صح ما حصلش تكوين للجنين ولا حصل زراعه للجنين جوه الرحم، ما حصلش حمل بمعنى اصح، فنزلت الدوره. يعني نزول الدوره بيكون مؤشر واضح وعلامه صريحه لعدم حدوث حمل. عباره عن دم وانسجه. الدم والانسجه دي ليهم مخرجين فقط من جوه الرحم. الدوره الطبيعيه بيحصل في العادي انقباض رحمي من فوق، حاجه اسمها فاندال اوريجن، الستارت من فوق، انقباض من فوق لتحت، بينزل شكل سيركل سيركل سيركل، يقوم يزق المحتوى اللي موجود من فوق لتحت، فيحصل خروج لهذا المحتوى من خلال ايه؟ عنق الرحم والمهبل اللي بره الجسم. ده تطور طبيعي للحاجه الساقعه، ده العادي اللي احنا عارفينه. طب انا النهارده الانقباضات الرحميه مش منتظمه ومش فاندال اوريجن، وعندي بروستاجلاندز او حاجات عامله موضوع الانقباضات دي زياده وعمليه مشاكل، فالانقباضات عندي ما قعدتش ماشي بتكنيك الطبيعي في اتجاه صح. فبيحصل ايه؟ والعنق الرحمي عندي ما بيفتحش او ما فتحش نتيجه الانقباض مش ماشيه بالترتيب الطبيعي. فبيحصل ايه في الحالة دي؟ في عندنا تو اوبننجز موجودين فوق، حاجه اسمها كورنيال اوبننجز اللي هي ليها علاقه بالانابيب، اللي هم الانبوبتين جايين من بره بيدخلوا فتحتين صغيرين خالص فوق من اول الرحم كده عند الفندس، وبعدين ايه الفتحه الاخيره تحت اللي هي عنق الرحم. الفتحتين دول الدم ما بيطلعش من تحت، والانقباضات معكوسه او مش مظبوط الاتجاه بتاعها، تطلع لفوق. لما تطلع فوق ايه المكان اللي تخرج منه؟ هذه الانابيب، فتحات صغيره دي. فتعدي شويه بلاد كلوتس مع شويه انسجه في مكان غير مكانها. لما تدخل هتعدي يا اما تفضل جوه الانبوبه نفسها تسد الانبوبه، طلعت بره شويه جت عند الفرنجل انز اللي هي الاهداب اللي موجوده او الصوابع اللي موجوده او فرنجل لايك ستراكشرز اللي موجوده في الاخر خالص عند الانابيب عشان تستقطب البويضه اللي جوه تمسك فيها، فتعمل ايه؟ بطريقه رحم مهاجره في المكان ده. طب بعدت شويه مسكت في البرود ليجمنت، واحد من ضمن الليجمنتس او الاوتار اللي موجوده في الجسم، تعمل لنا مثلا تجمع دم هنا او هيموراجيك سيست في المكان ده. طب اتحركت شويه وراحت مسكت على المبيض، عمليه الشوكليت سيست اللي هو بنسميها الاندوميتريوما او كيس الشوكولاتي. اتحركت مسك في الغشاء البروتوني عملت لنا مشكله هناك. المهم ان هي ده منفذ غير الطبيعي هتعدي منه.
اي حاجه هتعدي على من خلالها لحد ما توصل هي عملت فيها مشكله. مران انابيب سدت، فيمريال اند لزقت، عملت هيموراجيك سيست كيس دموي، عملت شوكلي سيست على المبايض، عملت باتشز في اكتر من مكان جوه البروتون. فبقى عندي مع كل دوره بسبب تاثير الهرمونات هي بتتاثر بنفس الهرمونات العاديه، ما هي جزء من جوه، فاللي بيسرق جوه هيسرق عليها. فهنا بيحصل دم وارتشاح والاخر يحصل هنا دم وارتشاح، فيتجمع ده فين؟ جوه الغشاء البطولي بتاع الست، في حاجه اسمها دوجلاس باتش او في مكان ما جوه. عشان ما ندخلش في تفاصيل كتير، انا بحاول اشرح الموضوع بشكل علمي جدا عشان تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، وبرده ينفع ان لو دكتور هيشوف ده هيستفيد برده منه من اخواتنا الصغيرين الزملاء. ففي الحالتين انت بقى عندك مشكله. طب دكتور انا النهارده بعالج، اغلب الحالات بنعمل لها منظار، بندخل نفتح نشوف الباتشز دي مكانها فين ونعمل لها كي. طب انا يا دكتور النهارده دخلت هعمل سيرجري، دي شويه خلايا يا جماعه وحجمها كتيره وصغيره، يعني الحجم بتاعها صغير وكتيره. هل انا لما ادخل اعمل منظار هقدر ابقى اعمل كونفرميشن ان انا 100% تم ازاله كل الانسجه دي تماما 100%؟ اوف كورس نوت، يعني ربنا يعفو بالعقل. فاحنا بنشيل الكبير اللي باين قدامنا، فبنحاول نقلل الاعراض. مع تقليل الاعراض اللي موجوده والمشاكل ممكن نحسن حالتك، فنرفع فرص الحمل ونقلل مشاكل واعراض التعب اللي عندك في الحوض على طول، زي موضوع البين ديورينج سيكشوال انتركورس اللي هو الديسبارونيا، المشاكل اللي موجوده مع نزول الدوره تخف، وجع الظهر يقل شويه، الام مزمنه في الحوض تبقى ارحم شويه، بيحصل تحسن. لكن هل هترجعي فيه 100%؟ حسب حالتك بقى. لو انت جيت لنا في الاول وكان 4-5 باتشات ومن حسن حظنا بنفتح لنا هم دول وهم دول اللي موجودين مفيش غيرهم وعملنا لهم كي، ثانك يو سو ماتش، ميرسي جدا، ربنا كرمك. طب دخلنا وشفنا 3-4 بس في غيرها كتير بقى، مش هنقعد مش هنعمل اكسبلوريشن، مش هنقعد بقى ندور على جسمك كله، تمام؟ وعرفنا بالام ار اي اللي هنعرف نوصل له هنوصل له، مش هنوصل له. فجزئيه العلاج بتعتمد على ان انا بدخل اللابسكوب بشيل الكلام ده كله. في جزء طبعا تاني اكثر اهميه وبسيط، هو الادويه العلاجيه الهرمونيه، ان انا بدي حاجات تصلح الموضوع ده. انا مشكلتي في الحالات زي دي بيكون عندها زياده في البروستاجلاندز او الحاجات المسؤوله عن الانقباضات والوجع الشديد في الجسم، فبدي حاجات مضاده ليها، فبدي نانسترويد الانتي انفلاماتوري دراجز، مضادات للالتهابات، باخدها بشكل لطيف بتحسن الدنيا شويه وبتبسط الاعراض. بدي كومبايند اورال كونترسبتيفز، ادويه منع حمل ثنائيه الهرمون من بره الجسم عشان خاطر تعادل الهرمونات واعمل كنترول على الهرمونات الزياده اللي عندك، فانا بقيت اجيبها لك من بره فجسمك بيهدى في افرازه شويه من المواعيد. طب في حاجات ثانيه بدي حاجات مضاده اصلا لفكره هرمون الانوثه الزايد، بدي حاجات كفايه ما تقعدش بقى تأفور الموضوع عندنا، عايزين عليه كنترول، فبندي دانازول، دي حاجه اسمها جسترين وحاجات ثانيه كتير، او جسترينون وحاجات ثانيه كتير. فادويه هرمونيه بنديها، بندي ادويه هرمونيه او حاجات الهرمون برضه بتفرق معانا، بتدينا حاله مشابهه لحالات الحمل، بنسميها سودو بريجنسي كونديشن او حاجه اسمها سودو ديسيدولايزيشن اوف ذا اندوميتريوم، ان انا بدي ادويه بتخلي الحاله بتاعت جسمك مشابهه لحالات الحمل، فتقلل افراز الهرمونات والدنيا تبقى عندك ابسط واهدى شويه. او بندي ادويه ثانيه الهدف منها ان هي تعمل لك حاله مشابهه لحالات انقطاع الطمس اللي هي بنسميها بوست مينوبوز، اللي هي ربيع العمر او السن بعد انقطاع الطمس، بعد انقطاع الدوره بتاعتك، فبندي حاجات تدي حاله جسمك حاجه مشابهه كمان فتقلل الاعراض. وزي ما قلت لكم في الاخر او اللي انا قلت في اول جزء، هي نفسها اخر جزء هي لابروسكوب. فهو ده تكنيك او سيستم التعامل مع الحالات اللي زي دي. هل يا دكتور الحالات كلها زي بعضها؟ اقول لك لا. نيجي بقى في نقطه مهمه جدا جدا جدا، بس ده اخر الفيديو عشان دي التركايه اللي قلت لكم دي البونبونيه، قلت لكم على الفيديو الاولاني بس للاسف طلعت اعملها في الفيديو الثاني في اخره خالص، الا وهي واحده من ضمن اسباب ان يحصل عندك بطاطا رحم مهاجره، ودي قلتها وجماعه في كذا فيديو قبل كده، قلت لكم يا جماعه مهم جدا انك تختاري جراحك وتختاري ان الراجل ده يكون عنده اكسبيرينس عاليه جدا. الناس فاكره ان القيصريه اي حد بيشتغلها، صدقوني انا دكتور من الدكاتره اللي بيجي لي حالات كتيره من ناس الحالات فيها مصايب وكانت مفتوحه قيصريه مره واحده، يعني هي اتفتحت مره واحده وحصل عندها مشاكل لا تعد ولا تحصى. القيصريه عمليه جراحيه محتاجه هاي سكيل بيرسون، هي نوز هاو تو ديل وذ ذا بيشنت، عارف ازاي يتعامل مع المريض وعارف ازاي يحافظ عليها ويقلل فرص ان يحصل عندها بعد العمليه كومبليكيشنز. قولا واحدا، فدوري على الهاي سكيل دكتور او الدكتور انت عارفه انه راجل شاطر وشغال بريت عالي عشان الراجل ده عنده اكسبيرينس وشاف كومبليكيشنز دي، فهي ويل ديل وذ يور كيس بروبرلي. ده غير ان تكنيك الموضوع ده او التعامل مع الحالات بيفرق من دكتور للتاني. في جزء كبير من الموضوع ده بيحصل بعد القيصريات، ودي جاست يعني انا جمله هقولها ومش هشرحها في الفيديو ده، هقولها لكم في بدايه فيديو تاني لوحدها وهقول لكم الموضوع ده بيحصل ازاي عشان تبقى انت فاهمه ومستوعبه الموضوع وتبقى مدركه ابعاد الدنيا عندك ماشيه ازاي. Stay tuned for much more videos و thank you so much for watching. ميرسي جدا جدا ليكم واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ان شاء الله. ودي زي ما قلت لكم تابعه لسلسله او سلسلتين موجودين قبل كده عشان تعرفي اكتر عن نفسك ومعلومه عشانك. فيا ريت ويا ريت باي ذا واي سبسكرايب للشانل بتاعت اليوتيوب ان شاء الله هتلاقوا عليها الفيديوز بتاعت العمليات هناك اكثر وضوحا يعني. اقول لكم باي باي وفيديو جديد ان شاء الله.